السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما انتم شايفين مسكرة مايت سينما حاجة بجد زبالة، حسبي الله ونعم الوكيل. انا جبتها علشان مقاطعة، عشان ما اجيبش ان انا متعودة ان انا اجيب ان. بصوا بقى 3 ايام انا جربتها مرة واتنين، وكل مرة بتقعد في رموشي بالاسبوع. قلت دي جميلة وهايلة ما بتتشالش، وبعد كده تلاقوا المسكرة كلكعت كده وبقت تشوك في الجفن، فلازم اشيلها وانا بتوضى وبصلي. طب ما هي كده يبقى هي برضو حاجز للوضوء. بصوا علشان تطلع من رموشي حطيت على رموشي زيت زيتون، وانا صورت الفيديو ده لما لقيت بقى المنظر ده قدامي. حطيت على رموشي زيت زيتون ما بتطلعش، ميه سخنه وكمادات ميه سخنه ما بتطلعش. بعت ابني جاب لي المشط دوت علشان اسرح برموش وتدخل الرموش جواه، لانه عايزه حاجه ناشفه. يعني فرشه الرموش ما بتمشيش فيها، ما فيش حاجه بتمشي فيها، الرموش مكلكعه في بعض، رموشي مكلكعه في بعض ومش عايزه تتحرك، ولا مشط ولا حتى المشط اللي هو البونطه اللي هو الضيق ده بيمشي واسع. رحت جايبه المشط ده وبقيت اسرح رموشي بيه عشان تخرج كده بالمنظر ده بالرموش. بصوا الرموش على صباعي ازاي. ويعني بعد كل دوت وحوالي ساعة بحاول اعمل كمادات واشيلها بزيت الزيتون او اللي هو اويل بيبي اويل، ومفيش ما بتطلعش برضو. فضلت احط كمادات ميه سخنه على عينيا ما بتطلعش، ما اشد فيها بتنزل برموشي. قلت رحت جت في دماغي في الفكره ديت اللي هي بتاعت المشط ده الضيق ده، وبقيت اسرح رموشي وبقى ايه فعلا بتطلع معاها. عايزه اقول لكم ان انا بكلمكم ولحد دلوقتي فيه، يعني دلوقتي هتشوفوا مقطع تاني ده بعديها بعد ساعه بقيت اغسل في عينيا بميه سخنه وميه ساقعه وكل الحاجات، وبرضو لسه في اثر، ورموش. وانا مش عايزه يعني افضل اعمل في مشط بالمشط كده. بصوا ده بعديها بساعه اشد بصوابعي، معلش بقى متعوره في ايدي، قولوا لي سلامتك بقى. بتاع دوت اشد بصوابعي والله، وانا بسجل الفيديو وبشد بتطلع برضو فتافيت مسكره. واللي بقى انت وحظك يطلع معاها. فيا جماعه انا صورت لكم المسكره، خلوا بالكم مش اي منتجات سعرها كويس. انا عارفه ان هي سعرها كويس وسعرها حنين، منتجات مايت سينما كلها سعرها كويس. حتى الروج اللي انا جبته برضو مش حلو قوي، لما جربت منهم الروج الثابت هبقى اصوره لكم برضو، بس شغال ما ضرنيش. بس قله الضمير ان هم يحطوا جلو لا صعب.